تبدأ القصة داخل منزل. في اللحظة التي رأى فيها أوسكار امرأة منشغلة بغسل الأطباق، لم يستطع كبت رغبته، فاقترب منها وخطف منها قبلة. قبل أن تستسلم المرأة تماما، سمعت صوت زوجها قادما من الخارج فهربت. في تلك اللحظة وصل شريكها، على الرغم من أنها لم تشهد ما كان يحدث بينهما. لفهم هذه القصة من الضروري العودة بضعة أيام إلى الوراء. في القطار يجلس شابان، أحدهما يدعى أوسكار والآخر يدعى تأم. كان أوسكار مسافرا إلى منزله مع صديقه لقضاء العطلات. خلال الرحلة اقتربت منه فتاة جذابة تدعى إيما وجلست بجانبه، راغبة في التحدث إليه وحتى الخروج في موعد. ومع ذلك لم يبدو أوسكار أي اهتمام. شعر تأم المنجذب إلى إيما بالإحباط عندما لاحظ أنها تبحث عن أوسكار فقط. في مواجهة لمبالاته غادرت إيما، وواجهه تأم مذكرا إياه بأنها مجنونة به ولم تتحدث إليه حتى. أصر أوسكار المنعزل على أن كل هذا هراء وأن الحب غير موجود. بعد النزول من القطار استقل الأولاد سيارة أجرة إلى المنزل، كل متجه في اتجاه مختلف. بمجرد وصولهم إلى المنزل علم أوسكار أن والده قد تزوج مجددا. توفيت والدته منذ بضع سنوات، والآن والده مع امرأة تدعى إيفا. والد أوسكار أستاذ جامعي، بينما تعمل إيفا طبيبة. على الرغم من أن أوسكار يحاول إعطاء الانطباع بأن كل شيء على ما يرام، إلا أنه يشعر في الداخل باختلاف تام. في الليلة نفسها نظم والده احتفالا لإحياء ذكرى عودة ابنه، وحضر العديد من الضيوف. قدمه والده إلى فتاة في عمره. إنها جذابة، لكن أوسكار لم يبدي أي اهتمام. ينصب اهتمامه كليا على زوجة أبيه إيفا، المرأة التي اعتاد أوسكار الحديث عنها مع صديقه. أما من سرقت قلبه فهي إيفا. إنها ذكية وناضجة ومستقلة. بعد وفاة والدة أوسكار بدأت إيفا تقلق عليه، وفي تلك اللحظة وقع أوسكار في حبها. التحق لاحقا بمدرسة داخلية، لكنه لم يكف عن التفكير بها. يبدو ما يصبو إليه أوسكار محل شك اجتماعي وأخلاقي، لكنه يتبع نبضات قلبه. يجد الجمال في كل لفتة من إيفا، في مشيتها، في طريقة كلامها، وفي ذكائها الفذ. يراها المرأة المثالية، وكأنها من قصة خيالية. مع ذلك لا تعرف أيضا مشاعر أوسكار. يحاول التواصل معها مباشرة، لكنها لا تستوعب حركاته. في الحفل يلتقي أوسكار بصديقته المقربة ديان. هذه المرأة العصرية ذات الروح الحرة، وهي معالجة تدليك، تلمح لأوسكار من خلال كلماتها وحركاتها أنها بدأت تشعر بالانجذاب إليه. في نهاية الحفل طلب والد أوسكار منه مرافقة فتاة إلى منزلها، رغم جمالها تجاهلته طوال الليل. لكن اهتمامه كان منصبا على إيفا، ولأنه لم يكن يرغب في الخروج معها استقل معها سيارة أجرة. وخلال الرحلة تبادل أطراف الحديث، وعندما أعربت الفتاة عن رغبتها في الخروج معها اعتذر أوسكار قائلا إنه مشغول جدا ولا يستطيع الخروج. عند سماعه ذلك شعرت الفتاة بخيبة أمل، لكن أوسكار كان يسعى فقط للخروج من الموقف. ساعدها على ركوب سيارة أجرة وأعادها إلى المنزل. شعر أوسكار بالإحباط لعجزه عن التعبير عن مشاعره تجاه إيفا، فشعر باكتئاب عميق. وللتخلص من حزنه قرر الذهاب إلى حانة ليشرب. وهناك التقى عمه المعروف بنظرته الرومانسية للحياة. مازحا اقترح عليه عمه إغواء فتاة، لكن أوسكار اقترض المال، وبهذا المال انغمس في بعض الملذات العابرة. ورغم شعوره بالتعب استمر في الشرب. بينما كان يترنح خارج الحانة ثملا تماما صادف ديان. عندما رآه في تلك الحالة أدرك أنه إذا غادر على هذا النحو سيغضب والده، فقرر إعادته إلى شقته. سمع أوسكار المرهق ديان تقترح عليه الاستلقاء على السرير، ثم قالت: أنت بحاجة إلى تدليك. انجذب أوسكار فوافق وخلع ملابسه. وبينما بدأت ديان بمداعبته وتدليكه شعرت بانجذاب نحوه تحت تأثير الكحول. بدأ أوسكار يفقد السيطرة على نفسه. وبينما كانت تدلكه اقتربت ديان أكثر. في لحظة ما جلس أوسكار لا يزال ثملا وعاريا. قدمت له ديان بعض القهوة مما ساعده على الشعور بتحسن، لكن بينما كان يشرب انسكبت عليه بعض القهوة.
انحنى ديان لتنظيف الانسكاب، وعندما رأت أوسكار عاري الصدر لم تستطع المقاومة. اقترب كلاهما. في صباح اليوم التالي استيقظ أوسكار بجانب ديان وكان قلقا. ماذا لو ظهر زوج ديان؟ دون أن يوقظها ارتدى ملابسه بهدوء وحاول المغادرة. مع ذلك عند مغادرته الغرفة التقى زوج ديان في غرفة المعيشة. تجمد أوسكار في مكانه، لكن زوج ديان ظن أنه جاء لجلسة تدليك. كان أوسكار يعتبر شابا مطيعا من قبل الجميع، وبينما كان على وشك المغادرة دخل ديان وتظاهرت بأنه جاء لجلسة تدليك شرعية. لاحقا عندما عاد أوسكار إلى المنزل سأله والده أين كنت الليلة الماضية؟ كذب أوسكار فورا مدعيا أنه سيلتقي فتاة من مدرسته الداخلية. عند سماعه هذا شعر والده بالذنب لعدم قضاء المزيد من الوقت مع ابنه. بعد ذلك بوقت قصير أدرك أوسكار أن إيفا قد غادرت للعمل. لم يعد بإمكانه إخفاء مشاعره، فبدأ يبحث عن فرصة ليعترف لها بمشاعره. في محاولة لمفاجأتها قرر إحضار الغداء لها لقضاء بعض الوقت معا. بدأ أوسكار في إعداد الغداء لإيفا، وعندما رآه والدها أعرب عن دهشته السرة. لكن أوسكار كان يعلم في أعماقه أن والده لا يعرف حقيقة مشاعره. لاحقا ذهب أوسكار إلى العيادة التي تعمل بها إيفا، فوجدها تتحدث مع رجل أسرها بعزفه على الجيتار. أصابه هذا المشهد بالشلل، فتخيل نفسه يعزف لها عاكسا شدة إعجابه بها. عندما عاد إلى الواقع دخل العيادة أخيرا. سعدت إيفا برؤيته واعتبرته شخصا لطيفا، وبصفتها طبيبة بدأت تجيب على أسئلة حول القلب وسبب ارتباطه بالحب. استمر الحديث، فبدأت إيفا تعتبره رجلا صالحا، لكنها سرعان ما أدركت أن هناك خطبا ما. فقد انتقل أوسكار إلى سؤالها عن الإنجاب. قبل أن يتمكن من مواصلة الحديث تلقت إيفا اتصالا من ديان، ثم أعلنت إيفا أنهما سيتناولان العشاء ذلك المساء مع والدها، وأن ديان ستكون حاضرة أيضا. سيطر الخوف على أوسكار، خوفا من أن تكشف ما حدث بينهما. في حالة يأس ذهب يبحث عنها في منزلها، لكنه لم يجد سوى زوجها الذي شك في زيارته. ارتجل أوسكار عذرا، فانتهى به الأمر إلى معرفة أن ديان في مطعم مع بعض الأصدقاء. هناك وجدها وحاول التحدث معها على انفراد، مع أن صديقاتها دعوه للانضمام إليهن على الطاولة. بعد فترة من الحديث أعجب بها وبدأ يغازلانها. عندما غادر أخيرا توسل أوسكار إلى ديان أن ينسى ما حدث وألا يخبر أحدا، وخاصة إيفا. وافقت، لكنها أرادت حقا مواصلة العلاقة، وشعرت برابط عاطفي لم تختبره من قبل. لكن أوسكار رفض وغادر. عالقا في صراع داخلي عميق أراد الابتعاد عن ديان والاعتراف بمشاعره لإيفا. عندها ذهب إلى منزل صديقه المقرب واعترف بالحقيقة أن المرأة التي أحبها بصدق هي إيفا. صدم صديقه. اعترف أوسكار أيضا أنه قضى الليلة مع ديان تحت تأثير الكحول، لكنه الآن يريد التخلص منها. عند سماعه ذلك اقترح صديقه أن يترك إيفا، لكن أوسكار لم يعر الأمر اهتماما. بالنسبة له كانت إيفا المرأة المثالية، الشخص الذي أراد أن يشارك حياته معه. في تلك الليلة جهز عشاء عائليا في مطعم راق، وكانت ديان حاضرة أيضا، ليس باختيارها، ولكن لأنها أخبرت والد أوسكار أنه مدين لها بدفع ثمن جلسة تدليك، لذلك اضطروا إلى إحضارها إلى العشاء. بدأ الجميع على الطاولة في الشرب، لكن ديان شربت كثيرا وبدأت تغازل أوسكار باللغة الفرنسية. حاول أوسكار الذي تغلب عليه الخوف من انكشاف سره إيقاف ديان التي كانت تتحدث الفرنسية أمام الجميع، وهي لغة غير مفهومة لإيفا ووالدها. كان يخشى أن تكشف الحقيقة، وبدأ موقفها يبدو غريبا. عندما ذهبت إلى الحمام تبعها أوسكار لمواجهتها، لكن ديان قبلته بينما كان والدها يراقب. عندما تم اكتشاف الأمر ادعت ديان أنهما كانا في حالة حب، مما أثار دهشة كل من إيفا ووالدها، الذي أشار إلى أن العلاقة غير لائقة بسبب فارق السن بينهما. في اليوم التالي واجهت إيفا ديان ووبختها على ما حدث، لكن ديان اعترفت بانبهارها بأوسكار، بل وألمحت إلى أن أي امرأة حتى إيفا ستقع في حبه بنفس الطريقة. اعتبرتها إيفا مجنونة. بعد فترة وخلال مباراة تنس تلقى أوسكار ضربة على رأسه، وعند عودته إلى المنزل واجهته إيفا مباشرة. أرادت أن تعرف سبب ارتباطه بديان. دافع أوسكار عن نفسه،
مدعيا أنها كانت مجرد حادثة عابرة، وأنه كان ثملا، وأن الارتباك نشأ لأنها كانت ترتدي وشاح إيفا. وانتهى الأمر بالاعتراف بحبه لها. لم توبخه إيفا مصدومة بقسوة، بل أوضحت بهدوء أنه في سنه ما زال لا يعرف الفرق بين الانجذاب والوهم الزائل. أخبرته أنه مع مرور الوقت سيفهم أوسكار معنى الحب الحقيقي. ورغم رفض مشاعره لم ينهار. بدأ يفهم نفسه بشكل أفضل، وأدرك أن ما شعر به كان حلما مثاليا أكثر منه تجربة حب حقيقية. لاحقا، بينما كانت إيفا تغسل الأطباق، تبعها أوسكار بصمت إلى المطبخ. ببساطة لم يكن يريد الابتعاد عنها. رافقها في مهمة غسل الأطباق، وفي لحظة هدوء نظر أوسكار في عينيها فبادلته نفس النظرة. اقترب فقبلها أوسكار، لكن بعد تلك القبلة مباشرة ابتعدت إيفا وانصرفت. في تلك اللحظة اقتحم والد أوسكار الغرفة وقال: أنت تقومين بعمل رائع. دون أن يدرك ما حدث في اللحظات السابقة، انتهت إجازة أوسكار في المدرسة الداخلية بعد بضعة أيام. رافقه والده وإيفا إلى محطة القطار، وبينما ذهب والده لشراء التذاكر، اعتذر أوسكار لإيفا معترفا بأنه ترك مشاعره تسيطر عليه. ثم صعد إلى القطار واتخذ مكانه بجانب صديقه. في تلك اللحظة التقى أوسكار بالفتاة نفسها التي أبدت اهتمامها به سابقا. شكرته باقتباس من فولتر، فرد عليها أوسكار بابتسامة صادقة. لقد تعلم أخيرا التواصل مع شخص في مثل عمره. عندما سأله صديقه عن إيفا، أجاب بأن هوسه لم يعد بتلك الأهمية التي كان يتخيلها. وبينما كان القطار يتقدم، ابتسم أوسكار ابتسامة خفيفة معلنا نهاية قصته.